وحوي يا وحوي وحوي يا وحوي رحت يا تعبان وحوينا بضربك يا رمضان. وحوي يا وحوي طول ما نشوفك قلبنا فرحان في الدار خيرك أشكال والوان. ويا صلاة النبي. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ويا رب يجعل ايامكم كلها خير وبركه. قولوا امين يا رب العالمين. اللهم يا مغير الحال والاحوال غير حالنا الى احسن وافضل حال. قولوا يا رب. مع بعض مكملين تجهيزات وتفريزات رمضان ان شاء الله. التجهيزات هتبقى حلوه جدا وهتعجبكم، بس طالبه منكم طلب يا بنات، كملوا الفيديو للاخر، حطوا لي لايك ان شاء الله. واثقه كويس جدا ان الفيديو ان شاء الله هيعجبكم. بصوا بقى، الفيديو اللي فات كنت عامله فيه تفريزات للطماطم ومش عارفه ايه وكده. المهم واحده في كومنت، لقيت كومنت جميل كده بتقول حرام عليكم انتوا ليه تقولي الطماطم الكيلو هيوصل 50 جنيه. عايزه اقولك انا ما اعرفش ان الطماطم هتوصل الكيلو 50 جنيه ولا لا. انا من ساعه ما فرجت معاكم الفيديو انا ما اشتريتش طماطم وما نزلتش السوق وما اعرفش سعر الطماطم كام. اولا واحده اللي جنب مني هي اللي قالت لي كيلو الطماطم هيوصل 50 جنيه. ده انا جايبه الطماطم كان الاسبوع اللي فات تقريبا. عايزه اقول لكم ان انا من يومين ماشيه في الشارع لقيت تروسيكل عليه طماطم وكان بيبيعها الاتنين ب15، يعني الكيلو ب7 جنيه ونص. طيب امبارح برضو بعدين من نفس الشارع لقيت نفس التروسيكل ونفس الراجل بيبيعها الكيلو ونص، وطماطمه حلوه ما فيهاش اي حاجه، بس هو اللي بينقيها. اي نعم ممكن تلاقي واحده او اتنين مش عاجباكي بس الطماطم حلوه. فهل كده ان ممكن الطماطم سعرها ينزل؟ الله اعلم. هل ان الطماطم اساسا سعرها ثابت بس التجار هم اللي مغلينها؟ برضو الله اعلم. انا ما اعرفش حاجه يا بنات. انا بنزل الفيديو ليكم اقول لكم جهزوا حاجتكم علشان ما ندخلش في غلا او في مشاكل واحنا مش هنكون قدها بصراحه. انا عن نفسي انا مفرزه معاكم اهي الباميه، مش هنزل اقول لك اشتري 5 كيلو 10 كيلو باميه، لا. انا قلتها لكم قبل كده في كام فيديو. هنجيب الكيلو طماطم هناخد منها نص كيلو ونعينه في الفريزر. هنجيب الكيلو ونص، نص كيلو للبيت او كيلو للبيت وهناخد النص التاني ونعينه. هعمل الطريقه ديت مرتين 3 بس. هعين 3 اكياس من الباميه وبس، مش هعين تاني. الملوخيه ممكن اعين 4 أو 5، لان الملوخيه لما بكون مش عارفه عايزه اعمل اكل ايه، مش عايزه انزل السوق، بروح جايه مطلعه كيس الملوخيه مع حبه مثلا بتنجان وكيس الشوربه وخلاص، ومشيت الغدا ومشيت اليوم وخلاص. عايزه اقول لكم الملوخيه بتكون سعرها ارخص بكتير من اي خضار تاني، ان كان باميه او حتى خضار بتاع الشتاء. فهاتي الملوخيه وعينها في الفريزر هتنفعك انت على طول. طيب عايزه اقول لكم على حاجه يا بنات، التجهيزات من الحاجات الحلوه جدا جدا. محدش يقول لي تجهيزات رمضان لسه بدري. في ناس كتير بتقول لك لا يعني احنا ما نجهزش لسه بدري، دي حاجه بتاعت ربنا وسيبوها على الله، والكلام ده على عيننا وعلى راسنا، وربنا بيغير الحال ويبدل الحال في ثانيه خلاص. فدي حاجه بتاعت ربنا ماشي، انا ما قلتش حاجه، بس برضو في ربنا قال ايه؟ خدوا بالاسباب. احنا ناخد بالاسباب. والله احنا داخل علينا رمضان هنجهز اي حاجه بسيطه وهنعينها في الفريزر. لو انت مثلا حاسه ان هتدخلي في الميزانيه هناخد حاجات بسيطه. طب انا مش هدخل في الميزانيه وعندي زيت هعين الزيت، عندي سكر لو مثلا ما عنديش سكر هاخد كوبايه سكر وهروتها كويس جدا وهعينها واشيلها رمضان. عيني اي حاجه معاكي فلوس زياده 10 جنيه زياده عينيها لرمضان. طيب داخل علينا مثلا العيد، عيني كيس سكر مثلا عشان حلويات العيد، عيني علبه سمنه عشان حلويات العيد قبلها بشهر بشهرين وحتى لو قبلها بسنه. السمنه غاليه وكل حاجه غاليه. هاتي لك علبه سمنه وعينيها عندك مثلا تحت السرير او فوق المطبخ في مكان، يعني مثلا ممكن يكون تحت السرير شويه بعيد عن المطبخ عشان الحر والكلام ده كله، وعينيها. اعملي التجهيزات دي بقى في كل حاجه، في كل حاجه عندك. حتى مثلا لو داخل عليكي خطوبه بنتك خلاص، او بنتك خلاص يعني داخله الجامعه وان احنا على وشك مثلا ان احنا نوافق على عريس او الكلام ده كله، استوري بيتك بقى. عندك التموين بتاعك هنعين زي الزيت، هنجيب ازازتين زيت او 3، عينهم ازازتين نضاف اللي هما مثلا ذره او عباد شمس، حاجه حلوه، ما نجيبش اللي هو بتاع الآلية، وهنعينه. حد جه مش عارفه ايه هعمل اكل مثلا بالزيت النظيف ده، عين عندي لحمه مفرومه هجيبها واحطها في الفريزر،
خطيب بنتي وقت ما يجي، او اهل عروسة ابني وقت ما يجي، هطلع نص كيلو اللحمه ده وهعمل له كفته جنب اي حاجه. طب فرح بنتي جاي، خلاص انا هدبق لها من الخزين بتاعها، وكل كل شهر هجيب علبه سمنه من التموين. خلاص انا جبت السمنه الشهر ده، هجيب الشهر الجاي ازازتين زيت نضاف، هجيب كيسين سكر حلوين. اي حد جالي او اي حاجه او عنده كيسين سكر بيض وحلوين وناعمين، هشيلهم ليها، وانا هستعمل اللي هو مثلا بتاع سكر التموين. وهي يعني اعملوا تجهيزات كل حاجه لكل حاجه. مثلا احنا خلاص الفرح قربنا عليه، انزلي على العطاره، مش لازم تنزلي مره واحده، انزلي على العطاره وهاتيلك مثلا اللي هي الحاجات اليانسون والنعناع ب20 جنيه او ب30 جنيه زي ما تجيبي، واربطيها كويس وعينيها، حابه تعينيها في التلاجة تمام. شوفي اي حاجه موجوده عندك ممكن تجيبيها. ممكن تجيبي المكرونه وتعينيها لو انت مثلا في الشتاء، ممكن تجيبي الدقيق وتعيني لو انت برضو في الشتاء. شوفي اي حاجه، ما تقعديش ساكته، محدش يقول على التجهيزات دي لسه بدري. بنتك لو انت خلصت الثانويه، ابدأي هاتيلها حاجات في البيت، هاتيلها حاجاتها في شقتها، هاتيلها مثلا كوبايات، هاتيلها طقم من كوبايات الشاي الفناجين ديت. وعلى ايام الفرح بتاعها او على ما تبدا تتخطب، هاتيلها طقمين من الغاليين وتصب فيه للناس او للضيوف. هكذا هاتيلها مثلا، انت بتجيبي لها شنطه معالق اللي هي بتبقى الغاليه بقى النظيفه، وهاتيلها مثلا طقمين من المعالق التانيين، او اللي هي العاديه اللي هتستعملها في يومها العادي. انت بقى ظبطي دنيتك، مش ان انت تقولي لا لسه لما تتخطب عشان في حاجات جديده بتطلع. طيب مش في حاجات جديده بتطلع، فانا هجيب كميات بسيطه من احدث حاجه موجوده اليومين دول، ولما تتخطب او لما تتجوز ان شاء الله على خير، ابدا اجيب لها الحلو كله، وابدا اجيب لها مثلا الحاجه غاليه. انا هنا وفرت حاجه قصاد حاجه، او حاجه سدد مكان حاجه. خلاص الدنيا غاليه يا بنات، مش لازم نقول يعني لما الحاجه تيجي وقتها يبقى نعمل الحاجه دي او نجيب الحاجه دي، لا. حرفيا التجهيزات بتريحك كتير. جايلك ضيف، او انت مثلا داخل عليك زي رمضان زي كده، وانت ممكن تعزمي حد، بلاش سيبك احنا اكلنا وشربنا علينا احنا عادي، دخل عليكي حد او جايه تعزمي اهلك او اهل جوزك، اعملي حسابك في الحاجات دي. الحاجات دي بتوفر. جهزي بقى انت مثلا قبل العزومه بيومين، عادي جدا حضري الصلصه بتاعه المحشي، او البتنجان عندك كرنب مثلا ممكن تقطعيه وتسلقيه وتحطيه في علبه محكمه الغلق وتحطيه في التلاجة مثلا، وتاني يوم تحشي وتحطيه في التلاجة، ما بيجرالوش حاجه. المحشي بيتحشي قبلها بيوم على فكره. احشي كل المحشي بتاعك قبلها بيوم، وحطيه في التلاجة كده تحت في الرف تحت الفريزر قصاد اللمبه على طول. خلاص. اللهم صل على بحمار اللسان عصفور. جهزي حاجتك، جهزي حاجتك. التجهيزات ديت فعلا من الحاجات المنقذة جدا جدا. روقي شقتك واغسلي حمامك، وجهزي الصابون بريحه، تبقى صابونه بريحه حلوه جدا معاكي. يكون عندك صابون سائل، عشان مش مثلا يوم العزومه ما الاقيش ان انا عندي صابون، فاضطر انزل واسيب بيتي واسيب التجهيزات واروح اشتري صابون. صح. هاتوا الحاجات دي، هاتوا الحاجات دي وفروها في بيتكم. مش شرط تشتروا كل يوم، لا. انت داخله عليكي مناسبه، هاتي. دخل عليا فرح بنتي، خلاص انا عندي الصابون والحاجات دي كلها بتقعد بال3 سنين وبال4. ما فيهاش حاجه لما كل شهر اجيب لها ازازتين لتر مثلا اللي هو كلور، او ازازتين داوني، او هو جيركن الداوني، او مثلا جيركن الشاور، واحطهم وعنهم لها على جنب. التجهيز بتاعها طبعا انت بتكوني جاهزه وعارفه حاجتك على ايه ومجهزه دنيتك على ايه. فعايزه اقول لكم يا بنات، محدش يستهون بالتجهيزات ديت. جهزوا حاجتكم من قبلها بكتير. طالعه مصيف، ابدأي جيبي، يعني انت هتطلعي مثلا الشهر الجاي، مش في حاجه لما تجيبي البانيه وتحطيه في التلاجة، مش في حاجه لما تجيبي الازاز الحاجه الساعه وتركينها على جنب، ما فيهاش حاجه لما تجيبي الذره الفشار وتعينها في درج المطبخ لعند ما تطلع الرحله. لسه بدري ولسه شهر، وهي يعني في خلال الشهر ده هتلاقي ان مثلا في حد عايز مايو، لا ده في حد عايز نضاره، لا ده مش عارفه انا محتاجه اجيب ايه، انا اعمل ايه. احنا فينا عن كده خالص. وطبعا لو انت طالعه فتره ومعاكي ناس، فمش هينفع مثلا اولادك يلبسوا هدوم داخليه تبقى مثلا قديمه شويه او مستعملوها العادي، فلازم تجيبي لهم حاجه جديده قدام الناس. مش عندك، هاتي فوطه جديده نوف خالص وخامتها حلوه، او هاتلك طقم خامته حلوه وعينيه على قد مثلا عيد، على قد خروجه خرجتيها مثلا وتفسحتي زي كده، وتطلعي حاجه نظيفه قدام الناس. مش ان احنا نستعمل حاجتنا من ايام الفرح او الناس الكبيره او الناس اللي هي متجوزه من زمان واستعملت حاجتها، لا. هاتلك طقم ملي وعينيه عندك في الدولاب. حصل حاجه لا قدر الله وولدتي، جالك ضيف في عيد، في اي حاجه، في عزومه، افرشي الحاجه النظيفه والحاجه الجديده دي.
دي حاجات بسيطة مش مكلفة، بس مع الوقت بتلاقي ان انتي حاجتك حلوة وبيتك مستور. خلاص، فكل فترة والتانية شوفوا انتوا في مناسبة ايه جاية وابدأوا جهزوا لها من دلوقتي. انا بالنسبة لي احنا دلوقتي في موسم البامية، خلاص انا مش هاجي على الميزانية ولا الكلام ده خالص، لا انا هنزل السوق هاخد ال100 جنيه ولا ال200 جنيه بتوع الخضار بتوعي، وهاخد منهم 20 جنيه وهجيب حاجة افرسها، ايا كانت بقى، طماطم، ملوخية، بامية، اي حاجه اي حاجه يعني انت ممكن تتفرز هاتيها وعينيها. لو حتى انت جبت فاكهه ومش محتاجه حاجه في الفريزر، هاتيلك كيلو مانجا وحطيه في الفريزر بالراحه كده من غير ما حد يشوفه ويحس، بحيث ان انت دخل عليكي رمضان طلعي كيس المانجا واعملي عصير وخلاص. تمام. بصوا بقى اتكلمت معاكم كتير. لو انتوا شايفين ان انا كلامي صح انزلوا تحت اكتبوا لي في الكومنتات، ولو انتوا شايفين في حاجه اكتبوا لي برضو تحت في الكومنتات، لو في مناسبه ولا حاجه احنا متغافلين عنها برضو تحت في الكومنتات، علشان نعرف الناس وانا كمان اعرف، احنا كلنا بنتعلم من بعض. وعايزه اقول لكم على حاجه، انا اسفه لكم جميعا لان انا جالي كومنت، يعني راجل بيقول لي او شاب بيقول لي انت ليه بتتكلمي يا بنات يا بنات بصيغه البنات؟ هو احنا رجاله وفي ناس بتطبخ عادي، يعني انا داخل اسمع كلمه بنات بنات ما انا هطلع من الفيديو. اولا انا اسفه جدا جدا كلمه بنات، لان انا اللي بيعمل له كومنتات بنات، فتعودت على كده. انا الاول خالص اول فيديوهات كنت بقول يا جماعه، خلاص بقى بنات ولاد كنت بقول للكل يا جماعه، دلوقتي الاقي الكومنتات كلها بنات، فانا حسيت ان انا بكلم بنات، فاسفه لكم جميعا وهحاول اظبطها ومش هقول لكم غير يا جماعه، خلاص عشان تنفع كده وكده. بصوا بقى الباميه بتاعتي دي طبعا انا غسلتها كويس جدا جدا قبل ما اعمل فيها اي حاجه، وبعدين رحت جايه سبتها تنشف خالص، وبعدين بدات اقمعها. طبعا انا مش ينفع الباميه تتخرم منك والغرف بتاعتها دي تبان، انا هفرزها يبقى تبقى مقفوله خالص، عشان الغرف دي لو مفتوحه الميه هتدخل فيها وهتطلع بقى الماده المزلقه بتاعتها، وغير ان هوا داخل وهوا طلع، احنا مش عايزين كده خالص. بس بالنسبه لي انا بحب الباميه المطبوخه تبقى مكعبات صغيره، ما بحبش قرن الباميه يكون كبير كده او يبقى حتى وسط، لا انا لازم اقطعه بالنص. فالباميه اللي انا هفرزها انا هسيبها زي ما هي، والباميه اللي انا هطبخها هقطعها مكعبات رفيعه. خلاص. بحب الباميه بتاعتي اللحمه تكون مستويه في الباميه، ما بحبش اسلق الباميه وبعدين احط الباميه في اللحمه، انا ما بحبش كده. بحب احط البصله وبعدين الدهنه واللحمه كله يستوي في بعضه، وبحط لها كوبايه ميه في كوبايه ميه، ولازم تخلي بالك من الميه علشان مش تستوي بسرعه او الميه تنشف بسرعه فتتلسع منك. خلاص. بعد ما احس ان هي اللحمه استوت طبعا بكون حاطه لها الملح والفلفل الاسود وكل توابلها، بعد ما احس ان اللحمه بتاعتي استوت بنزل بالصلصه. الصلصه دي متصفيه وكنا مفرزينها مع بعض قبل كده، هنزل عليها بالصلصه بتاعتي، وبعدين هسيبها بقى تستوي براحتها، احس ان الطماطم اتسبكت وكل حاجه تمام، هنزل بالباميه بتاعتي واسيبها بقى ايه بالمرقه الدجاج وكل حاجتها تستوي على نار هاديه. هتاخد غلوتين من فوق وبالحله زي ما هي، انتوا شفتوا الحله بتاعتي عامله ازاي، يعني مش فايد بلاستيك ولا اي حاجه، باخدها زي ما هي وادخلها الفرن تتشمع بقى في الفرن، ما بحطش بقى في حلقه في صينيه تانية ولا الكلام ده كله، لا كله على بعضه في الفرن تبقى حلوه، وانت شفتها معايا تبقى جميله ازاي. الباميه بالنسبه لي بتتاكل بالعيش، ما بعملش رز، الرز ده غالي يا بنات فملهاش لازمه، ما ناكل بالعيش والبصلايه، عندك بتنجان مخلل تمام، مش عندك خلاص انا بحط طبق الباميه كده والبصلايه وعسل جدا، زي ما بقولها الحمد لله رضا، يعني كفايه اللحمه فيها وكفايه الباميه، الحاجه غاليه فمش مهم ان انا اعمل رز، ممكن اعمل رز في حاجه تانية، انما الباميه لا، الباميه تتاكل بعيش، الملوخيه بتتاكل بعيش، الرز السمك المشوي ساعات بعيش وساعات برز، وهكذا اي حاجه ممكن نستغنى عن الرز ممكن نستغنى عن الرز وناكل العيش. خلاص. طيب بالنسبه للباميه المتفرزه زي ما هي كده حطها في الميه، عصرة ليمونه ومعلقه سكر بس كده، هتاخد غلوه واحده بس وهشيلها، اكون محضره ميه متلجه او ميه ساقعه من التلاجة تبقى ساقعه جامد بقى، وهطلع الباميه بتاعتي في الميه الساقعه ديت، وهسيب الميه او اسيب الباميه لعند ما الباميه تبرد خالص وتبقى يعني بحراره الميه عاديه كده كأن ميه نازله من الحنفيه، هاخدها واصفيها كويس جدا جدا من الميه دي في المصفى، ولعند ما احس ان هي نشفت يبقى كده خلاص ممكن افرزها. انا بالنسبه لي قلت لكم انا ما بحبش الباميه تبقى على بعض كده صحيحه، فانا بقطعها، والله حابه تقطعيها تمام، حابه تسيبها زي ما هي براحتك جدا. هو يفضل طبعا ان الباميه تتفرز زي ما هي كده بصباحها من غير ما تتقطع ولا اي حاجه، بتطلعيها بقى من الفريزر تعمليها في الاكل بتبقى حلوه جدا وكانها زي الطازه. بس دي لو الباميه مثلا صغيره، انا بالنسبه لي
اي باميه المفروض تتحط زي ما هي كده في الفريزر. بس انا بالنسبه لي زي ما قلت لكم لازم اقطعها، فهاخد الكبير مثلا الصباع الكبير او اسمه ايه قرن الباميه الكبير، وهقطعه مثلا ان كان حتتين او 3 حسب مثلا حاجه صغننه كده وخلاص. عايزه اقول لكم على حاجه يا بنات، انا الباميه دي مش شارياها، دي جايالي، فطبعا الحمد لله على كل حاجه وكتر خير الناس اللي جايبينها. فمش هنتنك على حاجه ونقول دي حاجه كبيره وحاجه صغيره، لا هات لنا حاجه صغيره، لا هات لنا حاجه كبيره. كتر خير الناس ونشكرهم، ويعني الحمد لله على كل حاجه. يعني بدل ما هشتري مثلا في حدود 2 كيلو ب60 جنيه، طب ما هم وفروا عليا 60 جنيه، فمش هتنطط عليهم واقول لهم ده بامتكم كبيره وبامتكم صغيره. انا هاخدها منهم وشكرا جدا جدا. والله انا مثلا شايفه الكبيره ديت مش مرتاحه لها، هقطعها مثلا. لو عندك طيور هتحطيها للطيور ديت، مش عندك عادي جدا، الدنيا غلا. فهروح جايه مقطعها مكعبات زي كده وخلاص، وكله هيدوب في بعضه وكله هيتاكل، والف هنا وشفا. انتي بس اظبطي الاكله بتاعتك واخدميها كويس، مش هتبان بقى دي كبيره ودي صغيره ومسكره ومسخه والكلام ده، مش هتبان حرفيا. انا بديها غلوه واحده بس واخليها تكمل سوا في الفرن، بتبقى زي السكر، بتبقى جميله جدا جدا. عايزه اقول لكم على حاجه يا بنات، الباميه بالعكاوي تحفه. انا في مره جربتها اللي هي بالعكاوي، انا جربتها في مره اللي هي العكاوي الضاني، ادت الباميه وجودت الباميه في حته تانية خالص. يعني فعلا كنت اول مره اكل باميه بالجمال والطعمه دي. ففعلا اللحمه الضاني، واول حاجه التوب العكاوي، بتخليها طعمها حلو جدا جدا يا بنات. بصراحة كان عكاوي، كنا دابحين تقريبا او كان عيد، فكانت الحاجة دي متوفرة عندي. مش متوفرة خلاص انا هعمل باللحمة، انا عندي دهنة في الفريزر هقطعها وهمشي الدنيا وخلاص. بس كده، نقول على كل حاجة الحمد لله علشان نلاقي الخير يجيلنا اكتر. ما نتنكش على الحاجة ومش يكون عندنا يعني خلاص احنا متضايقين من الحاجة دي كتير، دي شوية، لا دي مش حلوة، دي مسخة، دي دلعة. نشكر ربنا على الحاجة اللي جايلنا دي، طالما احنا مش دافعين فيها حاجة وجايلنا بكل رضا، يبقى كتر خير الناس اللي هي جايبالنا. واهم حاجة يكون الرضا من جوانا احنا وفي قلوبنا احنا. هعين البامية دي في الفريزر لوقت ما احتاجها، مش معايا فلوس جالي ضيف على سهوة هعينها رمضان، خير وموجودة عندي في الفريزر. بس كده. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. هستنى طبعا رايكم في الكومنتات، ما تنسوش تحطوا لي لايك للفيديو يا بنات، وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتختاروا الكل عشان يوصل لكم كل جديد. اهم حاجه ما تنسوش تفضوا الكيس تماما من الهواء، عشان الهواء ده بيبوظ الحاجه وبيخليها يعني ايه تفسد شويه، او مش تفسد تغير طعمها، انما لما يكونش فيها هواء خالص بتبقى يعني طازه نوعا ما. بس كده. اشوفكم في الفيديو الجديد ان شاء الله على الف خير ومع الف سلامه.